اخوتنا ومتابعين حيدر السوداني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عودناكم كل شيء جديد وحصري باثنين عراق ان شاء الله ببرامجنا المميزه اللي نقدمها. سويت لكم اعلان انه عندنا لقاء خاص ويا الدكتوره آلاء حكمة فاضل، وعندنا مواضيع اللي راح نطرحها ان شاء الله عليها وتفهمنا، لان اجى هسه موسم ترك، كلكم تعرفون نزلت لكم برامج اني صار لي شهر. موسم الترك بمخاطر هوايه. راح ناخذ نبذه مختصره عن الموسم اللي راح نترك احنا ان شاء الله بعد الجمعه اللي تجي، والامور اللي تتعلق بالطير وريش الطير، واكو ادويه ممنوعه لازم ما ننطيها. سجلنا هنا 4 اسئله ان شاء الله نسالها للدكتوره وجاوبنا عليها، والفائدتكم ان شاء الله. خلوكم ويانا. السلام عليكم دكتوره آلاء. اهلا وسهلا. اول شيء مشتاقين، احنا صار شهر عايفتنا. اهلا وسهلا بك وكل كابتنين في العراق، نورتونا. الله يسلمك. ابدي بالسؤال الاول. عندنا موسم ترك. نعم. راح يبدي الجمعه اللي تجي، يعني تركه اكو عندنا تركه والترك اللي بدا خلينا نقول من هذا الشهر، نهايه هذا الشهر السابع. نعم. احنا الترك مالتنا تقريبا 50 يوم، 40 يوم لما يجنح الطير، دي مخاطر هوايه. نعم. يعني اكو اخوتنا واصدقائنا، احنا هاي البرامج مالتنا وانا بالذات افيد اخوتنا واصدقائنا بكابتنيه بغداد اللي بالعراق وخارج العراق وبالمحافظات ومناطقنا كرخ ورصافه. ان شاء الله. هذا موسم بيترك بمخاطر هوايه. احنا نريد نسولف اكو علاجات نستعملها احنا تفيدنا بهاي الشهرين او 50 يوم، نريد تشرحي لنا عليها. اول بدايه اهلا وسهلا بكم ورحبتونا اليوم زيارتك كابتن، من خلالك نشكر ونرحب بكل كابتنين في العراق. طبعا هذا الموسم جدا حساس. اول بدايه بسبب ارتفاع درجات الحراره. هي واحد ارتفاع درجات الحراره مشكله كلش يعني كبيره بالنسبه للطير. وبالنسبه الثانيه انه ليش؟ لانه طريقه شرب الماء وشرب العلاجات، بعض الكابتنيه ما يميزون شلون الطريقه اللي يستخدموها. هي هاي وحدها، هاي اول ملاحظه انا اريد انبه عليها، انه تعطيش الطير او ترك الطير في تحت درجات الحراره لمده طويله، هاي وحدها حتاثر على الطير في هذا الموسم. بعدين نبدي شلون يبدي يقسم طريقه الوقايه، وقبل ما يبدي اخر اسبوع اللي هو يبدي بالتجهيز الطير، لازم يقسمها. يعني يبدي اول بدايه في طريقه شلون الوقايه بالنسبه للطير. اهم العلاجات اللي يستخدمها هي عندنا علاجات الفطريات، وعلاجات السالمونيلا، وعلاجات الديدان، ورافع المناعه والمنشطات، وبالاخير نرجع نحكي على علاجات التنفسيه. الاكثر يستخدمون علاجات التنفسيه كون درجات الحراره ويشوفون الطير يلهث، فيقوم يستخدم العلاجات التنفسيه بكثره. طبعا هذا فد موضوع وحده وجدا خطر بالنسبه للطيور. يرجع قبل تقريبا خلينا نقول الاسبوع الاخير او 10 ايام الاخيره، يبدي يعطي المكملات ويبدي يعطي الفيتامينات اللي يحتاجها الطير، اللي من بعدها هيبدي انه هو يخرج الطير ويبدي بالعمل. بس اكو بعض الملاحظات احنا عندنا. هنبدي بالعلاج الاول اللي هو اللي نسميه احنا الكنكر او القلاع. وبالنسبه الى الفطريات هاي لازم يميزون بيها. الكنكر استخدامه يستخدم الفطريات نوعيتين، لكن الفطريات اللي يستخدمها بنفس الوقت لازم ما يترك انه البكتيريا النافعه يزيدها، حيسبب الى هلاكات والى امراض ثانيه. بالنسبه للسالمونيلا اكو علاجات او اعشاب ايضا خاصه في هذا العلاج يستخدمها. الديدان ما يستخدمها وحده، اكو بعض العلاجات وبعض المركبات وبعض الاعشاب اللي تعطى مع الديدان حتى يستخدمها. يقولون انه الديدان من يطي بالصيف يضرب الطير. هو صحيح اذا يطي بصوره كثره لازم يعطي وياه بعض العلاجات اللي ما تاثر لا على الريش ولا تاثر على صحه الطيور، لانه الاجواء حاره، والمده الزمنيه اللي يستخدم فيها ايضا علاج الديدان. رافع المناعه جدا مهم، والاهم من هاي كلها انه نعطي الالكترولايز اللي مختلف انواع الفيتامينات اللي يحتاجها، المغنيسيوم، الفسفور، الكالسيوم، الحديد، هاي كلها لازم تكون موجوده احنا عندنا بموسم الصيف. ممتاز. هذا اللي افهم هسه اني من جوابك. هسه احنا عندنا الطيور مثلا ناصحه ما بيها شيء، كل شيء ما بيها. يعني هسه نرجع نعطي نسبه علاجات. لا ما بقدر ناصح، لانه احنا بدرجات الحراره هو اصلا طريقه شرب الماء هي حسب لنا احنا شوف في بعض الاحيان القلاع اللي هو التوك او يسبب لنا الفطريات والديدان اللي بالحوصله، هاي كل الصيف تكون موجوده، فدائما احنا لازم نعطي بصوره وقائيه.
المي اصلا اهم شيء محافظه انه الماء، هو هاي اصلا تجي من المي اذا ما كنا يعني المي يكون احنا عندنا مثلا نظيف هو يسبب هاي الحالات. لان بدي اسال سؤال انا بالنسبه هم خاص الي يعني وكباتنا اخوتنا يسالوه، خل اسئله انا من عندي هذا. ياثر درجات الحراره اذا المي مثلا صار حار بالبراجع؟ طبعا هي هذه المشكله الاساسيه تسبب لنا هاي الهلاكات وتسبب لنا احنا عندنا المشاكل الخاصه بالطيور، جدا ياثر على الطير، لانه هاي المي من حيكون حار اكو فد نوع من انواع الايكولا هي بالامعاء مال الطير، الايكولا يعني هو خلينا نقول نوع من انواع البكتيريا، هاي البكتيريا حتتضاعف حيبدي تنضرب احنا السلاخات تصير بالامعاء حسبب لنا الامراض اللي هي مثلا تايفويد، السالمونيلا، سبب لنا حالات الفطريات اللي هو الجوك، وبالاضافه الى حسبب لنا الديدان، فلذلك يشوفون الطيور بموسم الصيف هسه من تجون يقول لي بلعن او يقول مثلا عنده دقات او يقول يدوبل، الدوبال ايضا هو مو فقط انه ارتفاع الحراره، الدوبال ايضا يسبب لنا هاي الحالات، حيكون عنده دوبال يشوف يعطي علاج يوم يومين يرجع غير الطير يصير، فهاي الحالات هي تجي كلها من المي الحار ومن الماء الاساسي يعني هو من عنده. زين هاي الحاله لازم بدله مرتين ثلاثه باليوم؟ اكو انصح اني اكثر من هذا مو تبديل لانه هنا ما تقدم قابل سطح الطيور، اكو هي بعض المنتجات اللي تكون بها فد مواد معينه منظفه للماء وتمنع هاي الحالات، هاي المنتجات ايضا موجوده اللي من ضمنها هي اكو اعشاب ومن ضمنها تجي بها الفسفور والمغنيسيوم الكالسيوم، هاي كلها يحتاجها الطير بهذا الموسم، حتى اذا كان الماء ملوث او اذا كانت هاي الاصابه موجوده يتحول هذا من الحامضي الى القاعدي او من القاعدي الى الحامضي، ننتبه هي على هاي الملاحظه، هي هاي الملاحظه الاساسيه اللي تكون من خلال الماء. يعني هسه المي مالتنا هسه اني ما احط مي، لما احط مي بدون هاي الامور الجدوليه، لا ما احط ثلج هسه اني، هسه عن نفسي خل اقول هم اخوتنا واصدقائنا ان شاء الله يسمعونا ويتعلمون من عندنا ان شاء الله. يعني هسه اني المي مالتي غير الصبح خلينا نقول الساعه 8 الصبح. شو وقت ترجع تبلل؟ ما ارجع ابلل. يبقى؟ يعني احط اني عندي اثنين، عندي هم عندنا مناهل مال 15 يعني كل براجع نحط اثنين يصير 30 لتر تمشينا يومين. وبدون مواد هاي اللي احطها، يعني تصير بكتيريا هاي تصير؟ طبعا هاي كلها هي هاي اساس الاصابات اللي تصير بالطيور وتسبب لنا الديدان ايضا بالمستقبل، يعني هنا انتبه شو وقت حيبين عندك؟ ما حيبين عندك لا اول اسبوع ولا ثاني اسبوع ولا ثالث اسبوع، قريب ما تريد انك ترجع الطير، تريد ترجع مره ثانيه انت تنزل الطير، حيبين عندك تبدي مشاكل من جديد. يعني هسه اكو مشاكل خليني افتهم من هذا حكيك. اكو مشاكل تصير بتخريج الطير، بدايه تخريج الطير هي هاي اساس يتنازلن وما يطيرن، واحنا ما نتحمل هذا اللي نضربه ونقول هذا مثلا بده ينزل شتوي او بالغ. هو هاي اساس، هي هاي اساس. شلون نتحاشى هاي الشغله؟ هي احنا قلنا هسه لازم نسوي لنا فد برنامج، البرنامج انه نستخدم انه هو الفطريات، الديدان نستخدمها، المواد اللي تحافظ اهم شيء على المايكروفلورا اللي هي البطانه مال الامعاء، دائما هاي نحافظ عليها، ايضا رافع المناعه، واهم شيء الطير يكون محافظ مثل الطفل، احنا عندنا الطير هسه مثل الطفل، شلون الطفل اول ما يجي تحافظ عليه انه يكون احنا عندنا الفيتامينات اللي خاصه اللي يحتاجها بهذا الموسم، ليش؟ لانه من بعدها هذه اذا انت محافظ عليها وجسم ناصح الطير كل شيء ما حيصير فيه، حتى اذا تيجي احنا مثلا عليه ستريس او جهد يصير على الطير انه يكون عنده مناعه جدا قويه. زين ارجع على شغله ثانيه. خلينا نقول اكو اخوتنا اصدقائنا ما عندهم مجال. التنظيف، هاي التنظيف مال البراجع، بقى مثل تعرفين الوصافه بعد مال الطيور. لها تاثير هم؟ كلش لها تاثير، وحتى المي مثلا هو يترك المي يتبخر، صح؟ لان درجات الحراره عاليه، المي من يتبخر يبقى قليل من عنده، هذا القليل من عنده يجي مرات يخلون راسا فوق المي، فهاي راسا مباشره انه بس شرب المي هو هناك المي وسخ، هي هاي الحاله صارت انها مباشره الطير بالامعاء وصار عنده التهاب وصارت تزنتر وصارت الايكولاي وهاي المشاكل اللي تصير عنده بالنسبه للطير، هاي تبين تدريجيا من اسبوع لاسبوع اسبوع لاسبوع تقوم تبين على الطير، تبين شو وقت نهايه ما انتم تاركين تقدرون تنزلون الطيور، فهاي ملاحظات جدا مهمه لازم ينتبهون عليها بهاي الفتره. بعد اكو شغله انا اريد انزل على العله اليوم. انزل على العله. هاي يعني شغلتين بالمناسبه هاي الملاحظات كلها يعني انا مستخدمتها من الخبره اللي يجون بيها المربين واللي يربون بيها المربين. ان شاء الله. التهويه كلش مهمه. عندي براجع اليوم اني مالتي مثلا اليوم انتبهت الصبح اني ضاعت على براجع مالتنا، عندنا برج بيه تهويه واربع براجع ما بيها تهويه. واصلا يبقى الطير يلهث والحراره تدب عليه من فوق وهو الطير ما بيه اي تهويه، هاي الحاله انه تقومون تعطون علاجات تنفسيه الطيور كلها تتعب. تهويه جدا مهمه حاليا، كلش مهمه التهويه.
يعني هاي خلينا نقول لازم نسوي تهويه بالابراج، نفتح لها فتحات. كلش نسوي مهم. التهوية. ويجون الحالات اللي يقول عين الطير ويعطي يومين ثلاثه وراها تروح وراها ترجع، طبعا هاي اساس الاصابه هي التهويه. ليش؟ لانه البراز مال الطيور الموجوده هاي نيمونيا، هاي الطيور تتنفسها من واحد الى واحد، تسبب لنا هاي الحالات. هاي ملاحظه كلش مهمه لازم تنتبهون عليها بالابراج ايضا تكون موجوده. زين عندنا مشكله، احنا انا اهم اريد اسالها، اني مو هم تسالي، اريد اني اسالها لك ان شاء الله الجواب عندك. عندنا طيور بدنا نجرها ناصحه مثلا، خلينا نقول هسه رح نرجع على البرامج مالتك ان شاء الله هاي، وعندنا مثلا الادويه والبرنامج اللي ذكرتيه هسه نحن نستعملها ان شاء الله. عندنا طيور بدها تعود الريش مالتها ما يطلع طبعا لانه يموت. كل الجنايه تستخدم العلاجات، يعني يصير سباق، يا هو اللي يستخدم اكثر ويا هو اللي يجرب اكثر، لذلك تتاثر على البويصله مال الريش فتموت الريشه ما نقدر تطلع بعد. شنو السبب؟ هاي الادويه وبعض الادويه اللي تستخدم اللي هي بيها ماده تحرق البويصله مال الريش، فتشوفها حتى يبس، ترجع على الريشه تشوفها حتى يابسه وما يقدر تطلع مره ثانيه. هاي الميته. اي واول حتى ما تكون تدفع، حتى دفع ما تدفع هي، انا احكي على هو هاي. ما يصير بيها دفع. احكي هي هاي انه نقص، لانه كابتنيه تستخدمون انتم فيتامينات، الفيتامينات مو هي اللي يحتاجها الطير بالنسبه للريش او اللي يحتاجها بهذا الموسم، او يقول انا مستخدم احماض امينيه، هاي كلها ما تستخدم بهذا الموسم. كل موسم الى علاجات والى فيتامينات والى احماض امينيه والى بروتينات خاصه تكون موجوده، يعني يستخدم لي مثلا مجموعه فيتامينات كلها يجي من الاي للزد، ويستخدم وياه احماض امينيه من الاي للزد، ترى هاي مو كثرتها هي اللي حتعطينا صحه للطير، بالعكس هاي حتسبب الكثره هي النقصان، فحتاثر على الطير. وبنفس الوقت يستخدم لي بعض الادويه، مثلا عندنا بعض الادويه التنفسيه او ادويه السالمونيلا، هاي جدا تكون مؤثره على الطير وعلى الريش بالذات. او بعض الادويه مال الديدان ايضا تكون جدا مؤثره على الريش. الديدان عندك التنفسيه بعض الانواع، والسالمونيلا تحرقهم تطلع مره ثانيه بصوره صحيحه ولا تدفع ايضا. هذا الحرق مال الريش يعني يحترق الريش مالتها؟ اي نعم يحترق الريش، طبعا اكو مواد لازم من تعطون العلاجات، اكو مواد خاصه تكون للريش حتى ما تاثر عليه، يعني حالها من حال اللي بالانسان او بالاطفال، تستخدم هاي المواد حتى لا تاثر على الريش وعلى الدفع مالته. زين انا بحسب خبرتي، يعني حسب خبرتي اكتشفت انه التايلودوكس هو ما احنا قلنا التنفسيه اللي هي سالمونيلا، والتنفسيه عندك الدوكسي سايكلين، عندك كلوروفينيكول اللي بالفتره الاخيره جوني عده مربين جيب لي علبه كلوروفينيكول. بالمناسبه الكلوروفينيكول له استخدامات جدا اللي يستخدموه على مود العيون، صح هو استخدموه واشتغل على العيون، لكن اذا تيجي هسه تشوف اكثر الجنايه والهواة تزورهم تحرقت الريش، تحرق من عندك. هو احترق هذا الريش مالته. اي لانه استخدموا كلوروفينيكول، دوكسيسايكلين، تتراسايكلين، هاي المواد جدا مؤثره على الريش، بالاضافه للديدان. فهاي كلها تاثر عليها ولازم يرجع يسحب من جديد، ولازم يرجع من جديد برنامج، يعني تاخر عليه شهر، يعني اثر عليه. زين انا شريك من عندك مثلا، هي خدمه واحنا بخدمه اخوتنا واصدقائنا ان شاء الله. نريد فد برنامج، انا دائما ادعي اخوتنا واصدقائنا مو بس لك، ادعي يعني سويت دعوه لكل اخوتنا واصدقائنا الدكاتره والبيطريين والعيادات الموجوده يمكم واللي موجوده بالكسره وبغداد. قلت لهم سووا لنا برنامج، طلعوا سووا لنا برنامج عاود نحافظ على الطير مالتنا. ليش يحترق الريش مالته؟ هسه مثلا شرحتي على الريش شلون يحترق هسه عندنا. اكو ناس ما سمعتها بالبرنامج، واكو ناس مثلا عبرتها ما فهمتها. ليش ما تنزلون لنا برنامج مثلا هذا العلاج بالصيف، خلينا نقول موسم الترك، هذا العلاج يحرق الريش، خلينا نتلافى هذا العلاج خليه على صفحه. ما يخاف، هسه نبدي نسوي ان شاء الله حلقات من خلالك، من خلال مواقعنا التواصل، نسوي حلقات خاصه بهذا الموضوع، حتى شلون طريقه اعطائهم للعلاجات، شلون يستخدموها بالنسبه للريش وبالنسبه للحالات التنفسيه. هو حقهم لانه الجو هسه الحراره، والحراره الطير هم يتوقعون انهم يقوم يلهث انه هاي حالات تنفسيه، هي اكثريتها مو حالات تنفسيه، الخلل تكون داخل امعاء الطير وليس بالحالات التنفسيه الخارجيه، فلازم يعطيه يعني فد ادويه معينه او اعشاب، خلينا نقول اعشاب معينه تحافظ على هذه الحاله حتى الطير ما يقوم ياثر عليه الحالات التنفسيه. فان شاء الله نسوي لكم بعض الحلقات نبدي وياها كل اسبوع ونقدم لكم هاي البرامج اللي تحتاجوها. احنا نكون ممنونين من عندك. لا ان شاء الله. لان اني خاصه يدرون اخوتي واصدقائي ومتابعين حيدر السوداني،
انا بخدمتكم كل هاي الهوايه. نعم، الله احنا شاهد. خدمتك كابتن، خدمة كل هواتنا وكابتننا بالعراق. اشكرك. هسه عندي فد شغله انا هم يعني هاي كلها شوفوا يعني احنا بدنا نجربها، بدنا نشوفها ونسالها ان شاء الله. بدي اسالها انا اليوم. عندي هذا موسم ترك انا عندي طيور وصلت تزاوج بيناتهم يعني. اكو ناس مثلا تعزلها واكو ناس تطبقها. بحاله الطبق عندنا مثلا اكثر اخوتنا واصدقائنا يطبقوهن، وتعرفين انت تتزاوج بالبراجه طواير على الفعل راح تحمل اقماط. هنا خطوره، هم اكو خطوره. راح يصير مرض عندنا يعني، خلينا نقول حتصير عندنا فد مشكله. حتصير سؤالين حددي لنا اياها. الافضل ينعزلن هذا يعني فد سؤال علمي. نعم. وكون نستفاد من عنده وانا استفاد من عنده، واخوتنا واصدقائنا يستفادون ان شاء الله اللي متابعينا. الافضل الطواير برج والفحل برج، احنا عندنا معلومات عليها بس نستفاد من عندك. كل واحد بصفحه ويتعالج بصفحه وبعدين يطبقن. يا اما مثلا احنا اكثر اخوتنا واصدقائنا يقول لك يرتاح هذا مثلا الطواير تتزاوج هنا ويكمل الموسم يعني يبساتنا وبعدين نعزلها. الافضل ينعزلن لو يبقى نطبق على ما تنتهي هاي ال 50 يوم، المعضله مال 50 يوم. لا طبعا بالعزل افضل يكون العلاج. بالعزل؟ بالعزل يكون افضل. والعلاج يشتغل بالعزل عليها؟ يشتغل بالعزل وايضا يقدر يكمله من بعد ما يطبقها، لكن شنو يكون العلاج؟ بالطبق اقل من العلاج من هنا معزولات. زين هسه كم عزلناها؟ مده 50 يوم. كملت علاج. كملنا رجعنا لازم نطبقهن، لازم نبردهن. قبل ما تطبقهن بيومين تعطي العلاجات الخاصه بالطبقه، ترجع تكمل هاي العلاجات وهي مطبوقه. هم لازم برنامج عليها. اي نعم لازم برنامج. اخوتي واصدقائي ان شاء الله احنا برامجنا مستمره وياكم واسبوعيا ان شاء الله راح ننزل هاي البرامج اللي تفيدكم ان شاء الله موجودين بها. يعني احنا هاي الاسئله راح اختصرها لكم مواضيع ان شاء الله شيقه، وخلينا نقول للهوايه خاصه وللهواة وتفيدكم وتفيدنا. راح اسوي برنامج كل اسبوع ان شاء الله، اسبوع نخصصه يوم جمعه او يوم خميس يعني ايام العطل الرسميه ان شاء الله. وموجودين احنا على منصات التواصل الاجتماعي موجودين. اعتقد حيدر السوداني وين ما تفتحون التليفون تلقوه. راح اسوي لكم برامج على هاي الشغله ونسال بها وانا هم استفاد من عندها. زين ليش ما سالتني ليش بتكون بالعزل افضل؟ هسه ارجع. هي رح ارجع. احنا خل اسالك هذا السؤال. رجعنا هسه اعطينا العلاجات، رح نرجع احنا من نجنح الطيور، يبست الطيور، قريب ما تيبس احنا لازم شو نسوي؟ احنا يعني قديم المتعلمين احنا. اخاف اكو خطا بالموضوع بنصححها. رح نرجع نطبقهم. نعم. هم رح يصير عندنا هنا رح تحمل اقماط وهاي فتره ال10 ايام اللي رح نبردن بيها. حتحتاج فقط علاجات بسيطه، مو مثل ما كانت قبل انه علاجات اكثر حتحتاجها، لانه حتكون كل الطيره واحد والفحل واحد ياخذ العلاج وهو مرتاح، مو مثل ما تطبقها ويصير عندك حالات التزاوج حيحتاج حيتعب اكثر، فحيكون له مثلا جهد اكثر من ناحيه الدنيا همينه، فانت العلاجات مطيها لقدام والطير حتدخله نظيف، ترجع تعطي علاجات جدا بسيطه فقط، اللي هي اكثر شيء مثلا نحتاج لها شغلات فيتامينات ومكملات، ما حتحتاج انه كعلاجات انه تحتاجها كوقايه. اصلا انا شري ابدا اسالك انت جيتي على السؤال ان شاء الله مالتي. انا ما اشجع على الادويه، دائما يقولون حيدر السوداني ما يشجع على الادويه. صح. فكانوا من يجون يقولون لازم هسه بيت العبودي الله يعطيه الصحه والعافيه، حسن الكردي، حيدر حردان، محمد امريكي، قاسم الشمري هم اخونا وصاحبنا تعرفين انت يعني اقرب الناس يمكن اللي العياده هنا، وان شاء الله كلكم اخوتنا واصدقائنا. يعطون كورسات كانوا بهاي الايام، فانا اقول لهم شلون تعطون انتم كورسات مثلا للطير بهاي الايام الحاره تاذي للطير؟ اريد اعرف الكورسات اللي عندكم هسه اللي راح ننزل برامج عليها كيميائيه او اعشاب؟ اكثر الكورسات هسه الموجوده احنا عندنا اعشاب اللي هي نعتبرها كوقايه، لازم ينتبهون كل الجنايه اللي عندنا، العلاجات اللي يعطوها في الحاله المرضيه تفرق عن حاله الوقايه، يعني هو يعطي هسه العلاجات بصوره عشبيه كحاله وقايه، احنا نسميها بريزنتيشن بالنسبه للطيور، وليست في حاله علاج، بينما من يكون عنده حاله علاج تختلف العلاجات الانتيبايوتيك اللي نعطيها عن العلاجات الوقائيه اللي هي اكثريتها اعشاب. اكو ملاحظه جدا مهمه هم من خلالها اريد انبه عليها. يجون لنا كورسات علاجيه، يعطي مثلا يوم سالمونيلا 4 ايام 5، يرجع يعطي يوم مثلا فطريات نوعيتين 3، يرجع يعطي كنكر، يعني يبدي من الالف للياء خلال شهرين هو بس علاجات، طبعا هاي كلش خطره على الطيور، بنفس الوقت الكبد والكلى مال الطير
هي صغار ما تتحمل كل هاي العلاجات وبموسم الصيف. احنا اكو خلطات بسيطه واحد يستخدمها يجمعها كلها تعطيك نتيجه. يمكن جربوا الجماعه لا تسالهم الكابتنيه اللي مروا عندنا وعطيناهم اياه، تعطيهم نتيجه اسرع، يبقى الطير محافظ على المستوى الفورمه مالته، وما حيحتاج هاي العلاجات اللي هي نسويها للمستقبل كحالات يعني مثل مرضيه، حيبقى محافظ كحالات وقائيه فقط للطير. هسه قبل من جيت كانت اكو احنا عندنا احد الكابتنيه ايضا عنده بدا ويانا في البرنامج، قال انا ما زلتوني كل الزين بس ارجع افحص حتى اشوف الفورمه مالتها بعدها على نفس المستوى واكمل، مو بنقلل له، نبي نعطي بس فقط العلاجات اللي هي كاعشاب خاصه لهذا الموسم. واهم نقطه نضيف له انه هو المواد اللي يحتاجها بهاي الموسم اللي اكرر انا عليها، اللي هي مثلا الاحماض الامينيه اللي بسيطه اللي تحتاج بالصيف لانه هو يجهد حراره على الطير، وبالنسبه احنا عندنا الترك همينه اكو علاجات خاصه ما نكثر من عندها، فهاي تنجمع نقدر نسوي لها فد كورسين او ثلاثه يعني كلش صغيره ويكملها ويطلع الطير جدا ناصح واكثريتها اشبيه. بينما اذا صارت عنده حالات مرضيه لا حيتحول الى العلاجات اللي هي المضادات الحيويه اللي تكون للحالات المرضيه. هاي ملاحظه لازم ينتبهون عليها. واكو ملاحظه يعني انا من خلال دائما انبه عليها للكابتنيه، يجون دائما يستخدمون المضاد الفطريات، مضاد الفطريات اكو بالانسان والعفو بالحيوانات بكتيريا نافعه بامعاء الطير، من يستخدمون هاي الكثره هاي البكتيريا النافعه حيصير انسلاخات كلش قويه، هي هاي اساس الاصابات اللي تصير عند الطيور احنا اللي هي كثره هاي العلاجات اللي موجوده. انا الصح يعني ارجو من كل الكابتنيه ما يستخدمون مضادات الفطريات العشوائيه وبكثره، اذا صارت انسلاخات والمايكروفلورا وهاي البطانه مال الامعاء خلاص نزلت المناعه عند الطير شكو امراض حيكون يصير يكتسبها. يعني خاصة الأمراض الفيروسية انتبهوا تنزل المناعة، الأمراض البكتيريا مقدور عليها، لكن الأمراض الفيروسية اللي نحكي فيها احنا مثلا اللي هسه مثلا عندنا مثلا انفلونزا طير مال العين هنا، عندنا النيوكاسل، عندنا السالمونيلا، هاي كلها تنتبهون عليها من ينزل المناعة عند الطير. هاي بحالة الاستعمال خلينا نقول المتهور، يعني أنت ما تعرف هذا العلاج شنو، خلينا نقول اخوتنا واصدقائنا ربي يرزق اهل العيادات البيطريه كلها وكلهم على باب الله ان شاء الله، وكلهم يفتهمون وكلهم واصلين مرحله ان شاء الله ربي بالتطور ان شاء الله. احنا للجنايه هاي لاخوتنا واصدقائنا، وانا اكررها دائما اقول لا تشتري علاج من كيفك. يعني عندنا اخوتنا واصدقائنا فطاحل بالبيطره صاروا من خلال تجربتهم وتعاملهم ويانا ويا اخوتنا البيطريين والدكاتره. فانت مثلا تجي على منتوج انت تجي من كيفك تاخذ، مثلا انت الطيور مالتك ما بيها، خلينا نقول على سبيل المثال السابيتين، انت تجي على السابيتين تخبط وياه كنكر، تجي انه بالسوق موجودات هذني، انت تروح من كيفك تخبط سافتين وكنكر، هاي تؤدي الى يعني اللي شرحت عليها الدكتوره هسه فد مسائل يعني بالطير تؤدي كلش مو زينه. اطيب بس ما اطيب كثره والى فد وقت محدد اللي اطيب يعني. واهم نقطه ايضا ملاحظه مرضى انبه عليها، بالصيف ما يتعطش الطير، يعطشون الطيور ويعطون العلاجات، صدقني هاي تسبب هلاكات، تجينا هلاكات يعني ماكو السطح كله ينتهي، هاي اكبر غلط. ليش؟ الملاحظه هاي انه هسه الاجواء الحاره الطير من تعطي العلاجات ياخذ ضعف الكميه الى 3 اضعاف الكميه، فانت تعطي الدوز مالته مضاعف، حيسبب احنا عندك هلاكات، حيسبب عندك تسمم للطير، حيسبب عندك انه توقف الكبد، توقف الكلى، حيصير يعني بالعكس حيشتغل على الطيور. هاي ملاحظه جدا مهمه. وما ينطي ايضا نهار كامل، العلاج ما يبقى نهار كامل، تحدد الى فترات معينه. بعض العلاجات تنطي الصبح مبكر او بس بالعشاء، واكو علاجات لازم تنطي بالظهر، يعني حتى تساعد الطير على هاي درجات الحراره العاليه، هاي هم ملاحظه كلش مهمه. هاي مهمه كلش، اخوتنا واصدقائنا انا نوهت عليها هاي الملاحظه، انه العلاجات ونوهنا عليها ذاك اليوم بالبرنامج مالتنا. تعرفون اكثر اخوتنا واصدقائنا يجي يجيب المنهل ويحط به العلاج وتركه عافر حتى يعوف اللي ثاني يوم، اكو يوم يجي ثاني يوم، يعني عندي 15 20 اخلي يومين ثلاثه، هاي غلط. حتى الماده العلميه اللي بالعلاج هاي حتتفاعل ويا الحراره، حتتكون، حتصير غير شكل بالنسبه للطير، حتكون ماده سامه وقاتله للطير بنفس الوقت. انا اسالك سؤال هم، يعني هذا السؤال من عندي يعني. اسئلتك لا انا اسال شنو اليوم اريد انزل
اليوم ان شاء الله تكون اجابتنا على ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت صاحبه الفضل على اخوتنا الجنايه وعلينا ان شاء الله. وهاي السنه اعتقد ابداع هاي السنه، وهم اخوتنا واصدقائنا يتفرجونا هسه، وبالاخص اهل دياله سلام خاص لهم. اكثريه اخوتنا واصدقائنا اللي يتواصلون ويا اهل دياله مستفادين من عندنا. عندي شغله كلش ضروريه، اليوم يسولفون على الكبد، ينضرب الكبد. ضرب الكبد مال الطير، اعطيناه ادويه بالغلط. اعطيناه ادويه بالغلط. يرجع الكبد اريد اعرف الفتره اللي يرجع بها الكبد ايش وقت؟ وهل يرجع نفس المستوى مالته مال الشغل مالته؟ زين انا حسيت لك سؤال. اي. انت تجاوب. انا اجاوب 100%. زين هسه احنا كانسان مو بالنسبه للطيور بناخذ علاجات لنا او لاطفالنا يعطونا منشطات كبد كلى؟ لا. زين ليش انتم يا اللي يجيني شايله دبه هالكبر شنو هاي مال منشط الكبد؟ والكلى. بحالات الاصابات الفيروسيه واستخدام العلاجات بكثره او حالات المرضيه نعطي من بعدها اللي هي البطانه مال الامعاء، ونعطي رافع المناعه ونعطي منشطات كبد وكذا، لكن تكون بصوره صحيحه. ليش؟ منشطات الكلى بالذات اللي دا يستخدموها اذا ما تكون بصوره صحيحه حيصير عندنا يعني مثل الانسان يصير الاضرار بكثره، وبهاي الحاله الطير حيكون يتعب اكثر واكثر. يشوفون الطيور تشوف تنصح وهناك ثاني اسبوع توقع بسبب هاي العلاجات اللي تعطوها. منشطات الكبد لا موجوده، لازم نستخدمها باثناء العلاجات، لكن ما تستخدم من بعد العلاجات مباشره. بالفتره الاخيره بنشوفون بدا الطير ينصح تبدون تعطوه شويه شويه ويا العلاج الى ان تعطوه مره ثانيه. نعطي وحده يكون له فتره طويله يلا يرجع الكبد بوضعه الطبيعي، لكن نعطي من بعض ويا العلاجات يكون افضل حتى تكون نصاحه الكبد اسرع. زين اكو هم مشكله اليوم اني نويت اجرها للطيور، جريتها للطيور بنص الوقت مال الترك، خلينا نقول طلع جناحها او طلع الريش مالته وتمرضت الطيور. هاي معضله صارت لنا، كلش صعبه، كارثه انها صارت عندي. شلون اتعامل انا ويا هاي الشغله؟ تعامل وياها هاي سبب المهنه، بس حقول لكم اياها، اعطي العلاجات بس اكو مواد ثانيه لازم اعطيها ما تاثر عليها. يعني ان شاء الله بالبرامج القادمه ما احكي انا هاي مواسم. ما يصير، ولازم نعرفها احنا. لا هاي مواسم. احنا هاي العمليه صارت عندي انا وعند اخوتنا واصدقائنا، انه يعني مره من السنين صارت عندي يعني نص المشوار خلينا نقول، وبعد فد 20 يوم تجنح الطيور 15 يوم صارت عندي اصابه. هناك راح يصير؟ راح يتوقف الريش، ما يقوم ما يدفع وتسوء امورهم كلش. هنا لازم نلتجئ للدكاتره، وان شاء الله راح نوصل لك ببرنامجها. ما عدا شيء تقول انا ما اقوله، ماكو. لا هذا ان شاء الله احنا واني اسعى جاد ان شاء الله وياها ويا اخوتنا واصدقائنا. تعرفون انتم انا يوميا ويا واحد ويوميا اتواصل ويا اخوتنا واصدقائنا، نوصلكم كل شيء ان شاء الله بمعلوماته للهوايه. هذا ان شاء الله كل شيء ما يصير خلل عندكم ان شاء الله. وارجع انوه الشغله اني كلش ضروريه، اخوتي واصدقائي انتبهوا للمي بالصيف. يعني تعرفون انتم العام صارت عندنا كوارث اول العام، انتبهوا للمي. مو تجي تترس انت هاي المناهل لا تثق بيها، مناهل البلاستيك هم لا تثق بيها. خلي عينك دائما. اكو يعني احنا واحد من الناس ننطي الصبح وعندنا عمل ننزل احتمال لي ثاني يوم يلا نصعد. فانتبهوا، انا نحافظ عليكم احنا ونحافظ على الموسم القنبله اللي سولفت بيه انا ان شاء الله. وهاي وحده من البرامج اللي نفيدكم ان شاء الله بيها. واحنا طبعا نمون على دكتوره الاء اخوتنا العزيزه. وبالنسبه للمناهل البلاستيك هي هاي اساس نقل البكتيريا ونقل الفطريات، لانه بالصيف ماده البلاستيك تتفاعل ويا المي لفتره طويله ويسبب هاي الحالات. واذا طير واحد حسيت فيه فطريات وشرب من هذا المي وهذا المنهل، احسب انه انت عندك البرج كله صار فيه، لانه بعمليه الشرب اذا نزلت هاي الماده بالمي خلاص انتهت كل الطيور صارت. فما انصح بهاي البلاستيك او طريقتها جلف، يعني مو غسل فقط او شو اسمه، يكون عمليه الجلف حتى هاي الماده الفطريه اللي موجوده على السطح مال البلاستيك كلها تروح، يعني كلها يزيلها ويرجع ينظفها من جديد ويخليها، لان هذا البلاستيك جدا يعني هو اللي ينقل. يعني هسه مثلا بالقاصر والزاهي اي وجلافه. هاي رادكم شوفوا اخوتنا واصدقائنا كلهم يعني كلش بسيطه، لكن هي هاي اللي سبب هاي الحالات. ليش؟ هاي ماده الفطر تخترق هذا البلاستيك، سبحان الله. يعني هي هاي الماده مال الفطر تخترق البلاستيك وتعيش فيه، كل ما تخلي مي
تتنشط تتجدد، يرجع الطير يشربه. يشوف انت دائما تقول الطير انه عنده فطريات ما ينهض او يكون اكو مثلا منقد دائما، يقولون منقد. هي هاي اساسها اللي موجوده. بعضهم يقول نستخدم هاي الاطوار ما يكفي. هنا عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله لازم تحلوها انتم. هاي بعد احنا فما نصنع لكم طوابه. واكو علاجات ان شاء الله يعني ننزليها عن قريب ان شاء الله. هاي تتخلى بالماء تمنع هاي الامور كلها، يعني الحامضيه والقاعديه، البي اتش اللي خاص اللي يحافظ على الخاصه بالطيور. فان شاء الله يعني ان شاء الله احنا زاحمناك. اريد فد ملاحظه عندي بالاخير، اكو منتوج نزلته انا ان شاء الله بالجروب مالتي وبالبيج مالتنا، وراح ينزل على منصات التواصل الاجتماعي ان شاء الله. شوفوه واقروا عليه وجربوه، واحنا راح نجربه ان شاء الله يوم غد ان شاء الله. راح نسوي تجربه عليه وان شاء الله ناجح هذا. طبعا اعشاب، هو اعتقد اعشاب، كلها اعشاب، ماكو مواد كيميائيه، ماكو يحرق الريش، ماكو شو اسمه يؤدي للطير، ماكو يعوق. ان شاء الله راح ننزلها. هاي مواد والفائده مو علاجات. احنا مثل ما احنا قدمنا لكم قلنا نبدي كوقايه، هي الوقايه خير من العلاج، فانت تبدي بالوقايه حتى ما توصل الى مرحله العلاجات، لان هسه عندكم احنا الفتره كلش حرجه بالنسبه للطيور. احنا زاحمناك. لا اخذنا من وقتك هوايه. اهلا وسهلا بكم، احنا خدمتكم في اي وقت. الله وديك. اي اجابه او اي استفسارات عندكم نعطيكم بعض المعلومات اللي موجوده معنا. بالمناسبه المواد اللي نزلناها كلها خاضعه الى دراسات وبحوث علميه دقيقه وجابت صدى لنا. هسه ننزل احنا الكتاب الشكر والكتاب اسمنا شخصي الاتحاد الاوروبي وبالعراق مشاركه من البحوث الخاصه طبعا الي وبعض الزملاء الماجستير والدكتوراه، وحالت على جوائز قيمه من الاتحاد الاوروبي ومن الجامعات العالميه. بالعافيه عليك. ان شاء الله للاعلى وللاعلى، وان شاء الله احنا بنستفاد من عندك. واكو موضوع قبل يعني نخلص البرنامج ان شاء الله، وعدتينا بزياره خاصه لمعامل الادويه ان شاء الله، ولقاءات ويا الدكاتره، وسافرتي زين ما حصلنا. نريد موعد ان شاء الله. ان شاء الله. لان انا وعدتهم عندي برنامج خاص وياكم جدا ان شاء الله نقدم لكم هذا الزياره للمعمل. وهو المعمل ايضا عنده بحثين فاز ايضا به. هو احنا سافرنا عشان احنا عندنا هاي الدراسات والبحوث اللي خاصه اللي قدمناها فنعطيها الى هواتنا وان شاء الله. مثل ما نقول احنا شلون ما يقولون ابو المثل يقول مرقتنا على زيارنا. ان شاء الله نسوي نصنعها لهواتنا والكل مربيين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ربي يوفقك ويعطيك الصحه والعافيه. اخوتنا واصدقائنا راح نوصل نهايه برنامجنا ان شاء الله اليوم بفائده لكم. وعندنا برنامج مساء الخير واحد العراق ان شاء الله يوم كل جمعه ان شاء الله نخصصه للهوايه والفائده لكم. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح الدائم. لا تنسون المي بدرجات الحراره اللي راح توصل والترك يوم الجمعه. اعتقد كل العراق راح يترك يوم الجمعه على مود تحضرون موسم قنبله، موسم درجه اولى وياكم ان شاء الله. والفائده لكم وما اخلي يصير اي خلل عندكم ان شاء الله. ان شاء الله. نشكر سجاد اخونا المصور زين، ونشكر دكتوره الاء. وان شاء الله عندنا برامج خاصه كابتن انت صاحب الفضل الاول والاخير من بعد رب العالمين لجميع الهواة وإلنا بتقديم هاي الارشادات والنصائح والخدمه لكل هواتنا بالعراق. جزيل الشكر لك طبعا. ان شاء الله. باسمهم نقدم جزيل الشكر لك ان شاء الله. اشكرك ان شاء الله من اعلى الى اعلى، واحنا وياكم بالخدمه باي وقت اي شيء تحتاجوه ان شاء الله. وبنهايه برنامجنا اوصل سلامي الخاص لاخوتنا البيطريه اللي بالعراق كلهم اللي فايدين اخوتنا الجنايه، يا رب يحفظهم وللاعلى وللاعلى ان شاء الله. والخدمه هذه هوايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.